جزء مهم جدا من متابعه الحمل ان احنا نعرف هناكل ايه ومش هناكل ايه، لان الاكل الصحي مفيد جدا للام وللبيبي. النقطه المهمه، هل الاكل بيوصل للبيبي بشكل دايركت؟ يعني الوجبات اللي انت هتاكليها هي ده مصدر الغذاء الاساسي للبيبي؟ لا، مصدر الغذاء الاساسي للبيبي هو انت. البيبي متصل بيكي بالحبل السري، بياخد القيم الغذائيه اللي هو محتاجها، الكربوهيدرات، الامينو اسيدز، النيوترينتس كلها، المينرالز، المعادن، الفيتامينز، كل الكلام ده بياخده عن طريق الدم من جسمك. يعني بيكسر الحاجات اللي هو محتاجها من المخازن اللي موجوده في جسمك وبيستفيد بيها وبيكبر وبينمو. طيب لو هو عمل كده وانت ما بتاكليش كويس، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو هيستفيد كويس قوي وانت هتتعبي جدا وهتضعفي خالص، وهيبقى الحمل بالنسبه لنا متعب جدا. وعشان كده الاكل مهم جدا للام، مش مهم للبيبي. انت مش بتاكلي الاثنين، انت بتاكلي عشان خاطر نفسك انت، عشان انت تبقي كويسه في الحمل والحمل يبقى لطيف جدا وممتع معاكي. طيب ايه الاكل اللي احنا المفروض ناكله في الحمل؟ مبدئيا احنا محتاجين من 5 ل6 وجبات طول فتره الحمل. يعني احنا بنتكلم كل 2-3 ساعات يوميا هيبقى عندنا وجبه. الوجبات بتاعتنا هنقسمها بالتساوي ما بين النشويات، البروتينز، السلطه الخضراء والفواكه اللي هي الفيتامينز والمينرالز اللي احنا بتبقى موجوده في الاكل وبنبقى احنا محتاجينها. تلت الاكل هنقول ان هو هيبقى نشويات، الرز، العيش، المكرونه. التلت هيبقى البروتينز. التلت بتاعنا هيبقى السلطه الخضراء والفواكه. ممكن تبقى الوجبه الواحده متقسمه بالتساوي ما بين الثلاث اصناف من الوجبات دي، وممكن تبقى في وجبه بروتينز بس، وجبه نشويات بس، وجبه سلطه خضراء وفواكه، ما عندناش مشكله. عندنا وجبه اساسيه اللي هي الفطار، وجبه اساسيه الغداء، وجبه اساسيه هي العشاء، وما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء هيبقى عندنا وجبات تانية صغيره، السناكس. يعني عشان كده بنقول ان هم من 5 ل6 وجبات على مدار اليوم. السناكس ممكن تبقى كوبايه لبن، ممكن تبقى ثمره فاكهه، ممكن تبقى ثمره خضار، ممكن تبقى سلطه صغيره، ممكن تبقى كوبايه عصير مع معلقه عسل كبيره. السناكس بتاعتنا ممكن تبقى اي حاجه انت بتحبيها. الفطار والغداء والعشاء لازم تكون وجبات اساسيه ومتوازنه. الفطار بتاعنا ممكن يعتمد اكتر على كوبايه اللبن، يعتمد على كوبايه العصير، يعتمد على ساندويتش صغير مع جبنه مع بيض. العشاء نفس الكلام، كوبايه زيت كبيره، كوبايه عصير، فواكه، سلطه خضراء. الغداء هو الوجبه الاساسيه المين اللي هي اساسيه اكتر كمان من الفطار والعشاء، ودي هنهتم فيها ان هو يكون فيها الكربوهيدرات بتاعتنا بنسبه كويسه، السلطه الخضراء بنسبه كويسه، البروتين زي ما قلنا تلت وتلت وتلت. الالبان مهمه جدا طول فتره الحمل، محتاجين ان احنا يوميا على الاقل كوبايتين لبن كبار. اللبن بتاعنا ممكن نشربه لبن رايب، ممكن نشرب زبادو، ممكن نشرب كاكاو، ممكن نحط عليه فواكه ونضربها في الخلاط، ممكن نحط عليه عسل، ممكن نشربه ساقع، ممكن نشربه دافي، زي ما انت بتحبي. هنشرب اللبن بتاعنا، مفيش حاجه محدده لطريقه تقديم اللبن، المهم ان انت تشربي كميه اللبن بشكل كويس بالطريقه اللي انت تحبيها. اللبن بتاعنا طبعا مهم ان هو يكون متبستر، بلاش اللبن السايب اللي بيجي من السوبر ماركت عشان وارد ان هو يأذي البيبي او يأذيكي انت كمان شخصيا. بالنسبه للحلويات والسكريات لطيفه جدا وبتحسن المود تماما طبعا، بس هي بتزود الوزن بشكل كبير قوي. لو احنا بنحب الحلويات هتبقى بعد المين ميلز، هتبقى الوجبات الاساسيه بناخد بعدها بورشن صغير من الحلويات بتاعتنا، وممكن نخلي الكلام ده بعد غدا ان هي دي هتبقى اكبر وجبه بالنسبه لنا. ويفضل بعد ما نتغدى وبعد ما ناخد الحلويات بتاعتنا والسويتس ان احنا نتمشى 10 دقائق بحيث ان هو يحسن الهضم وكمان يحسن الحرق ووزننا ما يزيدش جامد عشان احنا بناكل سويتس. لكن احنا نعتمد عليها بشكل دايم وناخدها من غير ما يكون في وجبات اساسيه، ده هيزود وزننا جامد جدا، مش هيدينا اي قيمه غذائيه تماما. ولما وزنك يزيد عظمك هيوجعك اكتر، جسمك هيبقى اتقل، حركتك هتبقى ابطا، وده هيضايقك ومش هيخليكي حاسه ان انت مبسوطه قوي طول فتره المتابعه. الميه مهمه جدا، محتاجين نشرب على الاقل 1.5 لتر يوميا. لو قدرنا نوصل ل 2 لتر و3 لتر ده بيكون افضل وبيكون مفيد جدا ليكي. قبل كل وجبه او قبل كل صلاه هتشربي كوبايه ميه كبيره، ده مهم جدا، بيحسن الدوره الدمويه بتاعتك، بيقلل الصداع، بيحسن لزوجه الدم، وبالتالي بيخليكي في وضع افضل كتير ويخلي نفسك احسن ويخلي تحملك للحمل افضل بكتير من الامهات اللي هي ما بتحبش تشرب ميه او بتشرب ميه قليله خالص.